بسم الله الرحمن الرحيم. حبايب مساء الخير. عايز اقول لكم على حاجه كده. كنت بتفرج من كام يوم على فيلم بتاع الكيف، محمود عبد العزيز ويحيى الفخراني وجميل راتب. جميل راتب قاعد مع يحيى الفخراني، فبيقول له بقى ايه جميل راتب اللي هو رئيس العصابه يعني. بيقول له اللي انا بدأت حياتي من الاول خالص تاجر كيوف، كنت بعمل شاي، وكنت بغشه بنشارة الخشب، وفضلت شغال زي الفل وبتاع، لغاية ما الناس بتوع الورش وكده عرفوا اللي احنا بنستخدم النشارة في الشاي، فغلوا النشارة عليهم يعني، فاضطر يحط شاي. فلما ابتدى يحط شاي الناس قالت له انت كده بتغش الشاي وبتاع، وما بقاش زي الاول وكده. لما هو بقى شاي يعني، مش شاي اي كلام. فيحيى الفخراني رد عليه وقال له ايه؟ قال له عشان طمعكم وجشعكم يعني خليتوا الناس من كتر ما بتدوق الوحش نسيت طعم الحلو. نفس الحكايه اليومين دول كده. البنت ولها مننا كل الشكر والاحترام طبعا، اللي هي بتاعت الترند بتاع الشيبسي. هي الناس ليه هي طبعا شكرا ليها وكل حاجه، بس ليه خدت الضجه الفظيعه يعني اللي هي فيها دي؟ من كتر ما الواحد بيقعد يقلب كده طول ما هو قاعد، ويلاقي مش عارف مين ماسك مش عارف ايه وبيضرب مين مش عارف ايه، توك توك ماشي بالعكس ومش عارف، يعني كلها بصراحه حاجات سلبيه. فالناس يعني عايزه، يعني عايزين زي ما بيكونوا ما صدقوا مثلا يلاقوا حاجه ايجابيه يتكلموا فيها. احنا فين وفين يا جماعه لما بنلاقي حاجه ايجابيه؟ يعني بنعاني برضو بصراحة يعني. عشان كده برضو هي خدت الضجة الجامدة دي، وهي طبعا شكرا ليها وبتاع. طيب انا عايز برضو اقول لكم على حاجة. ربنا معاه طبعا ويكون في عونه كده. الراجل اللي بيشحت هو لسه بيشحت برضو على فكرة، احنا ما شفناهوش برضو في اي حاجة يعني. اشمعنى يعني اللي فكر؟ طب ما هو احنا نشوف برضو الجنب التاني، ولا احنا بنشوف جنب واحد بس؟ فدي كانت حاجه يعني احنا من كتر ما كنا بنشوف الوحش، احنا بجد يا جماعه نسينا طعم الحلو. كل برضه ما تيجي تفتح يعني الناس بقى عندها كبت غير عادي. انا مش بقول ده غلط، ده صح طبعا، وبتاعنا ضد طبعا كل البلطجه وكل الكلام الفاضي ده. سواق مش عارف في اسكندريه، مش عارف راكب يقتل مين عشان خاطر جنيه في الاجره، عشان هو مش عشان خاطر جنيه ولا عشان خاطر نص ولا عشان خاطر 10 حتى. خلاص الناس بقى عندها كبت فظيع، فعشان كده هي من كتر ما الناس شافت حاجة كويسة عملت الفيلم الجامد ده. زي برضو حاجة تانية كده. لقيت برضو مقطع كده كان حد حطه يعني كده بيقلس وبيعمل وبتاع، حد صاحبي يعني. فالمهم ايه، المقطع ده كانت بتاع الفنانة عفاف شعيب ايام الثورة، يعني لما كانت حد مستضيفها في احدى القنوات وكده. فكانت بتتكلم على، يا جماعة انا بحبها جدا طبعا على فكرة، ومش ضد اللي هي قالته ولا حاجة. احنا خلاص كفايه، احنا انا حفيدي جاي بالليل تيتا، عايز ريشه، عايز حته لحمه، عايز بيتزا، نفسي اكل بيتزا، مش عارف ايه. كلنا بس انا عايز اقول لكم على حاجه. انا قعدت برضو جنبي، يعني مراتي كانت قاعده حتى جنبي ساعتها، بقول لها انا عايز اقول لك على حاجه. الفنانه عفاف شعيب، ولا كل التقدير والاحترام طبعا، هي يعني ولا غنيه قوي ولا من الطبقه اللي تحت قوي. كانت ايام الثوره والايام النيله دي، هي الطبقه المتوسطه. فلما جيت حتى بتكلم معاها، احنا كنا برضو طبقه متوسطه كويسين يعني. بقول لها هو احنا كانت ايه مشاكلنا؟ احنا انا وهي مثلا، انا وكاسره احنا مع بعض كده، المشاكل الطبيعيه اللي هي يعني عمر الفلوس بالنسبه لنا ما كانت في مشكله، او مش الفلوس يعني، الفلوس طبعا طول عمرها في، يعني كلنا محتاجين وكده، بس قصدي ايه، ما كانش عامله لنا ازمه. كانت الحياه ماشيه، المصروف كان ماشي. كنا بنجيب انبوبه ب5 جنيه، ويوم ما اتمعظمت قوي والراجل يطلعها لغايه عندك ويركبها ويعملها ويشيلها ومش عارف ايه، كان يعني يوم ما تديله ال10 جنيه ولا يعني كان بيبقى نازل طاير. والله العظيم كنت بدفع ميه اول ما اتجوزت 2008 و2009 والكلام ده 3 جنيه ونص و5 جنيه. الكهرباء مش عارف 30 جنيه و25. يعني قصدي المصروف في الحياه الطبيعيه اليوميه ما كناش شايلين له هم خالص.
فيعني كنت باقول لها حتى إحنا كانت إيه يعني إحنا كان عندنا، إحنا طبعًا ما عملناش ولا ثورة ولا نيلة ولا مع ولا ضد ولا أي حاجة، عشان ما حدش يقول ما أنتم السبب ومش أنتم السبب اللي عملتوا، إحنا والله ما عملنا حاجة، إحنا كنا مرتاحين وزي الفل. بس أنا قصدي هي كانت إيه مشاكلنا؟ ما كانش في مشاكل. نفس الفكرة الفنانة عفاف شُعيب برضه، هي دي مشكلتها. يعني هي كانت هتبقى عندها مشكلة في إيه مثلًا هتطلع تتكلم فيها؟ اللي هي مثلًا زي ناس كتير دلوقتي مثلًا، تعالَ بقى استضيف حد دلوقتي في برنامج وبتاع وقُل له تعالَ أنت إيه طبعًا مش هاقول لك عايز مع احترامي ليها، أنا مش باقلِّس عليها والله. أنا مش عايز بيتزا ولا عايز ريشة ولا عايز لحمة لأ، الحياة عامةً، الحياة عامةً كلّها بقت صعبة. المصروف والحياة اليومية بقت صعبة، 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 كل حاجة صعبة. فإحنا كنا واخدينها مثلًا أياميها مادة للسخرية والضحك وبتاع. لا يا جماعة، الطبقة المتوسطة اللي هي يعني حتى السِنّة صغيّرة فوق يعني متوسطة. يعني كان في المتوسط الكويس يعني، هو already ما كانش عنده مشكلة في أي حاجة. بجد ما كانش عنده مشكلة في أي حاجة. ولو أنت اللي بتسمعني كنت من الطبقة دي وقاعد يعني هات ذكرياتك كده ورا كده شوية وبتاع، أنت ما كانش عندي مشكلة في أي حاجة. يعني مع احترامي يعني برضه صح غلط كل واحد حُر. حتى اللي كان بيدخّن، بيروح يجيب أفخم علبة سجاير بكام؟ ب7 جنيه و6 جنيه و8 جنيه كله تحت ال10 جنيه. النهارده أي علبة سجاير، ده أنا باقول مثل يعني 100 جنيه. كيلو اللحمة النهارده أنا آسف اللي يتاكل 500 جنيه. السمك يعني. وبعدين يا جماعة فين مزارع جوليون اللي إحنا كنا طالعين بيها السما دي، يعني اللي قالت هتنزّل السعر وهتنزّل. بتصدّروها مثلًا وبتجيبوا منها عملة صعبة؟ طب ماشي كويس. طب طالما هي ناجحة أوي معاكم كده والدنيا تمام وبتاع، ما عملتوش منها واحدة تانية ليه و3 و4 و5 والسيد رئيس الوزرا مع كامل الاحترام يعني كل شوية بصراحة بيطلع بشوية تصريحات تخلّي ضغط الواحد في السما. مصر ستعيش، سنحكي لأحفادنا عن عصر ذهبي. إيه يا باشا اللي هنحكيه؟ هو ده أنت حضرتك بتسميه العصر الذهبي؟ أُمّال العصر المتنيل بنيلة ده أنهي؟ يا رب بقى ما نشوفه. إحنا الاقتصاد اقتصاد إيه أُمّال يعني إيه؟ ما أعرفش بصراحة، تصريحات في منتهى الاستفزاز. فيعني نرجع تاني عشان المواضيع دي هتاخدنا في حتت تانية، نبقى نعمل لها حلقات تانية إن شاء الله. فإحنا يا جماعة يعني ترند الشيبسي إحنا من كتر ما بنشوفش حاجة حلوة، هو بس إحنا فرحنا اللي شُفنا حاجة حلوة. الطبقة المتوسطة زمان، يعني لمّا الفنانة عفاف شُعيب قالت الكفتة واللحمة ابني حفيدي عايز ريشة وعايز حتة بيتزا هو يا جماعة ما كانش في يعني هي بالنسبة لها هي دي مشكلتها. تتخيلوا بقى حجم المشاكل أياميها مع الطبقة يعني المتوسطة دي. ودلوقتي الطبقة المتوسطة يعني هاتها دلوقتي، أنا مش باقول هي وقعت ولا بتاع، بس أكيد كل الناس تزعزعت من مكانها يعني في الاقتصاد الضعيف اللي إحنا فيه ده. هتلاقي المشاكل برضك بقت حاجة تانية خالص، هتلاقيها بتتكلم في قصص تانية خالص وفي حاجات تانية خالص غير اللي هي كانت بتتكلم فيها. فدول كانوا لقطتين كده يعني إيه شُفتهم بالصدفة كده يعني إيه الترند بتاع الشيبسي والفنانة فقُلت يعني ندردش فيهم بس إيه، ندردش فيهم شوية يعني. يلا انتظرونا بقى في الحلقات الجاية إن شاء الله. وما تنساش تعمل لايك لقعدة صحاب وتشترك في القناة عشان يوصلك كل حلقاتنا بإذن الله. سلام.